صباح الخير. هنعمل مع بعض النهاردة طريقة جلاش سهلة جدا وسريعة بدون اي تعب ولا مجهود، وطعمه جميل جدا، مقرمش من بره وطري من جوه. بس لو اول مرة تشوفوني، انا اسمي نانا عادل، ويلا بينا نبتدي الوصفة. هنجيب اول حاجة نحضرها الصينية بتاعتنا، سواء غير لاصقة او صينية ألومنيوم، وهنديها بخة من الزيت، ونجيب لفة الجلاش بتاعتنا اي نوع انتوا حابينه بس يكون طعمه حلو، يعني نوع مضمون. ونبتدي ان احنا نقطعه حلقات او اساور كده زي ما انتوا شايفين في الصورة بالظبط. ولو حسيتوا انه فك منكم تبتدوا ان انتوا تلفوا الورقة على بعضه تاني، مفيش اي مشكلة خالص. هو اصلا اللي بيبقى من بره ده مفرط كده لوحده شوية، بيبقى مقرمش في الاخر، يعني طعمه جميل. ونبتدي ان احنا نرصه في الصينية ونخلص الكمية بتاعتنا كلها. انا هنا مستخدمة لفة جلاش واحدة اللي هي 400 جرام. ونبتدي ان احنا نديله بخة من الزيت او السمن النباتي، طبعا دي صيامي، الاتنين ينفع، فاحنا عاملينها بزيت. ونبتدي ان احنا نفرغ او بالمعلقة طبعا، يعني انا حبيت اوريكم بالطريقتين. وهنحطه في فرن درجة الحرارة 180 في الرف الوسطاني، ولو مستعجلين عليه حطوه من تحت خالص، بس اتبعوه عشان ما يتحرقش منكم. وبعد ما يستوي من تحت وياخد لون تحطوه تحت الشواية، وبرده اوعى يتحرق منكم لان هو ما بياخدش تسوية خالص. ونحطه في الفرن، وبعد كده نحضر السيرب بتاعنا، ونحضر كوباية من السكر وكوباية ونص من المية. لو عايزين التسكيرة بزيادة قوي يبقوا زودوا السكر، نص كوباية من السكر ونص كوباية تزودوا مية عليها تاني. بس الصراحة المقدار ده مظبوط جدا، مش تسكيرته مش عالية. واول ما يبتدي يغلي معانا نعصر نص ليمونة. وفي الاخر خالص، هو السيرب بتاعنا مش تقيل، هنبتدي نحط فانيليا. وانا هنا الجلاش خلص وكنت سبته برد خالص طبعا، وسقيته بالشربات السخن بتاعي علشان اضمن نتيجة انه يكون طري من جوه ومقرمش من بره. لو عايزينه كله مقرمش قوي هتستنوا ان الاتنين يبردوا، بس طبعا يعني مش مستحب. هو حلاوة الجلاش تاكلوه كده جوسي من جوه ومن بره مقرمش. ونبتدي ان احنا نزينه. انا كان عندي شوية جوز الهند كده فزينته بجوز الهند، والتزيين ده اختياري براحتكم. وهوريكم دلوقتي وانا بقطعه وطري من جوه، وطعمه الصراحة جميل، وما خدش ربع ساعة على بعض في المطبخ، يعني بدون اي تعب خالص. ما حسيتش ان انا عملت حاجة صعبة. واتمنى يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش تفعلوا الجرس واللايك والاشتراك عشان يوصل لكم كل جديد. ولو عجبتكم الوصفة جربوها وقولوا لي رأيكم في الكومنتات. ودمتم بخير، وكل سنة وانتم طيبين. اشوفكم في فيديو جديد.